تشهد الأوساط الكروية في المغرب حالة من الترقب الكبير بعد تعيين المدرب المغربي محمد وهبي مدربا جديدا المنتخب المغربي لكرة القدم خلفا للمدرب السابق وليد الركراكي. ويستعد وهبي للكشف عن أول قائمة رسمية له في خطوة ينتظرها الجمهور لمعرفة ملامح المرحلة الجديدة للمنتخب. وبحسب تقارير إعلامية مغربية من المرتقب أن تشهد القائمة الجديدة حضور عدد من الأسماء الجديدة القادمة من الدوري المغربي في إطار رغبة المدرب في إعطاء الفرصة للاعبين المحليين وإعادة تقييم مستوى بعض العناصر قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة. ومن بين الأسماء التي يتوقع استدعاؤها 3 لاعبين من فريق نهضة بركان بطل الدوري المغربي في الموسم الماضي، وهم المدافع عبد الحق عسال والمدافع إسماعيل القندوسي، بالإضافة إلى لاعب الوسط منير شويعر. ويأتي هذا الاختيار بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون الثلاثة هذا الموسم سواء في البطولة الوطنية أو في منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث ساهموا في وصول فريقهم إلى الأدوار المتقدمة من المسابقة. ويراهن محمد وهبي على هذه المباريات الودية لاختبار مجموعة من اللاعبين الجدد وبناء فريق قادر على المنافسة في المستقبل، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وسيبدأ المدرب الجديد مشواره رسميا مع المنتخب المغربي يوم 27 من مارس الجاري، حين يواجه منتخب الإكوادور في مباراة ودية ستقام على أرضية ملعب الرياض إير متروبوليتانو بمدينة مدريد، قبل أن يخوض مواجهة ودية ثانية أمام منتخب باراغواي. ويأمل الجمهور المغربي أن تشكل هذه المرحلة بداية جديدة لأسود الأطلس، وأن ينجح المدرب محمد وهبي في بناء منتخب قوي يجمع بين الخبرة والطاقات الشابة، قادر على مواصلة التألق الذي حققه المنتخب في السنوات الأخيرة على الساحة الدولية.